وغير جيب واحد الحامضه وعصرها فوق واحد التفاحه وغادي تشوف واحد الحاجه اللي ما غاديش تيقها. جيب واحد الباربه ناعمه سيدي كما كتشوف وقطعها بهذه الطريقه هذه. انا بغيتكم تكملوا الفيديو للنهايه حيت غادي تشوفوا واحد النتيجه اللي ما يمكنش. انا متاكد انكم غادي تصدموا. وصفه بمكونات بسيطه وحتى شي واحد ما كيديرها. ما عرفتش علاش بنادم تيعاني من بزاف ديال الامراض ورغم ان الدواء عنده في الدار ولكن هو تيفرط ماشي مشكل. غنشدوا واحد الباربه وغادي نقطعوها، كذلك غادي نقطعوا واحد التفاحه. ولكن ضروري بغيتكم تهبطوا للتعليقات تكتبوا لي اي كومونتير زوين من عندكم وتبارطاجيو الفيديو وتكتبوا لي من اين بلاد كتابعوني، ضروري اين بلاد او اين مدينه كتابعوني. من بعد كما كتشوفوا كنقطعوا التفاحه على هذا الشكل هذه، ومن بعد كنجيبوا واحد الكاسرونه اولا مقله وكنجيبوا واحد شويه ديال الماء وكنضيفوه ليها. ثقوا فيا ان هذه الوصفه هذه غادي تصدمكم. جيبي لي العمل على داك التفاح ديريه في ديك المقله، ومن بعد غادي نجيبوا الباربه اللي قطعنا كذلك حتى هي غنضيفوها في نفس المقله. ومن بعد غادي نحتاجوا لواحد 3 ديال المكونات اللي هما ضروريا اللي هما حب الرشاد والسمسم، وكذلك سنحتاجوا الحبه السوداء. 3 مكونات ضروري تضيفوهم لانهم هما اللي غادي يضيفوا لنا واحد اللمسه لهذه الوصفه هذه وغادي يكملوا لنا الفوائد ديالها. بالنسبه لهذه الوصفه راه ما تقدروش تخيلوا، كتعطي تتقوي المناعه، كتحارب الالتهابات، كتعطي واحد الطاقه للجسم ما يمكنش. خصوصا شربتي على الصباح مشيتي للخدمه راه يكون على يقين ان النهار ديالك غادي يدوز اون فورم بخير، ما كاينش حتى شي مشكل. كما كتشوفوا كنبقاو نحركوا في المكونات حتى كتغلي لنا الوصفه مزيان. كنخليوها كنسدوا عليها وكنخليوها بحال كطيب واحد شويه. من بعد كنشدوا وكنحطوها في واحد الزلافه. هذه راه كتنقي لك الجسم بعدا من السموم، كتعزز الهضم، كترفع من قوه الاعصاب، كتعاون على التركيز بسبب السمسم والزنجلان، كتحسن الصحه ديال البشره وكتغذيها من الداخل، كتقوي الشعر، كتساعد في محاربه التساقط بفضل الحبه السوداء. وكذلك غنحتاجوا العسل الطبيعي. من الافضل الا عندك عسل طبيعي فغيكون افضل انك تضيفي واحد المعلقه لهذه الوصفه هذه وغادي تشكريني. انا متاكد غادي تشكرني وغادي تشكريني على هذه الوصفه وغترحموا لي الوالدين عليها. وكذلك غادي نحتاجوا الزيت الزيتون، ومن الافضل حتى هو يكون طبيعي جدا جدا جدا. ما نساوش ان هذه الوصفه هذه راه واخا كتاكلها حتى هي كتقوي لك الشعر وكتساعدك في محاربه التساقط بفضل الحبه السوداء وزيت الزيتون. وكذلك راه كتعاون على التنظيم ديال السكر في الدم. الناس بزاف اللي كيعانيوا من السكر وما عارفينش راه هذه الوصفه هذه غادي تهنيكم منه بفضل الالياف ديال التفاح اللي فيها، وكتحسن كذلك من الصحه ديال القلب وكتنقص الكوليسترول بسبب العسل والزيت ديال الزيتون. بزاف بزاف بزاف